أهلا بكم في فيديو جديد مهم جدا خصوصا للناس اللي مهتمة بموضوع التعليم في مبادرة بيتك في مصر المرحلة التانية. الفيديو ده هيكون مرجع كامل ليك من أول التأكد إن حسابك جاهز لحد الخطوات العملية اللي لازم تعملها يوم الحجز. خليني أقولك من البداية، التفاصيل اللي هشاركها معاك النهاردة ممكن تكون الفاصل بين إنك تحجز وحدة أحلامك أو تلاقي نفسك اتأخرت وضيعت الفرصة. عشان كده تابع الفيديو للنهاية وخلي بالك من كل نقطة. أول وأهم خطوة قبل أي حاجة إنك تتأكد إن بياناتك وحسابك على الموقع تمام. هتدخل على الموقع الرسمي هتلاقيه في أول تعليق. تعمل تسجيل دخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة السر. هتفتح الملف الشخصي وتشوف كل بياناتك: الاسم الكامل، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني. تراجع كمان المستندات وجواز السفر، محل الإقامة. الأهم تتأكد من حالة الطلب، لازم يكون مكتوب تم قبول الحجز بعد ما دفعت جدية الحجز. ولو وصلت للنقطة دي وكل حاجة تمام يبقى حسابك جاهز بنسبة كبيرة. تجهيز نفسك لأسبقية الحجز، هنا لازم تبقى عارف إن الموضوع مش سهل. الحجز بيتم بسرعة جدا وأحيانا خلال دقايق قليلة الوحدات بتكون خلاص اتقفلت. فإيه المطلوب منك؟ جهز بيانات الدخول، الإيميل، كلمة السر. اكتبهم عندك في ورقة، ولو الجهاز خاص بيك احفظ الإيميل وكلمة السر على المتصفح عشان يخش تلقائي، عشان تخش على طول، عشان تضمن إن أنت تلحق. بعد كده حدد الوحدات حجز، حدد وحدات بديلة قبل ميعاد الحجز. ما تعتمدش على وحدة واحدة، حضر 5 أو 10 خيارات على الأقل. رتبهم حسب الأفضلية بالنسبة ليك. تخيل كده لو الوحدة الأولى محجوزة هتنتقل للتانية فورا، ودي نقطة بتوفر وقت كتير عليك. خطوات الحجز لحظة بلحظة. لما يجي يوم الحجز ابتداء من يوم 20 القادم هتسجل دخول فورا لفتح الموقع. تروح مباشرة على طلبك، تبدأ تختار تفاصيل الوحدة، رقم العقار، الدور، المساحة. في الخطوة دي لازم تكون سريع جدا في الخطوة دي، لأن أي تردد ممكن يخليك تخسر الأولوية. خلي بالك السرعة مطلوبة، لكن مع الدقة أي خطأ في الاختيار ممكن يسبب لك مشكلة لاحقا. بعد إتمام الحجز هتظهر لك استمارة خاصة بالوحدة. هتعمل داونلود للملف، تتبع الاستمارة وتمديها. بعد كده ترفعها تاني على الموقع. الخطوات دي بسيطة بس لازم تتعمل بسرعة عشان ما يحصلش أي تأخير في اعتماد الحجز. خليني أشارك معاك شوية نصايح من التجارب السابقة. الإنترنت لازم تكون داخل من شبكة مستقرة وسريعة. حاول تستخدم كابل إنترنت مش واي فاي. التوقيت، ما تتأخرش ثانية واحدة. افتح الموقع قبل التوقيت بدقايق وخليك جاهز. الأجهزة، لو معاك لابتوب وجهاز تاني موبايل أو تابلت حاول تستخدم الاتنين كخطة بديلة. التركيز، ما تخليش حد يشغلك وقت الحجز. اقفل أي مقاطعات حواليك. الخطة البديلة، لو وحدتك الأولى راحت انتقل فورا للتانية، ما توقفش متردد. ولو لقيت صعوبة، أنا عارف إن في ناس ممكن تلاقي الموضوع معقد خصوصا موضوع الأسبقية، بس الفيديو ده كافي يخليك تعتمد على نفسك 100%. ولو عندك أي سؤال سيبهولي في التعليقات وإن شاء الله أجاوب حضرتك عليه. ولو عاوز تحمل الكراسة هتدوس هنا وتحمل الكراسة وتقراها. وفي النهاية موضوع الحجز محتاج استعداد ذهني وتنظيم قبل أي حاجة. لو طبقت الخطوات اللي شاركتها معاك النهاردة فرصتك في الحصول على الوحدة المناسبة هتكون كبيرة جدا. وافتكر إن السرعة مش كل حاجة، الدقة مطلوبة برضه. لو عندك أي سؤال أو استفسار سيبهولي في التعليقات وإن شاء الله هنجاوب عليه. ولو شايف الفيديو مفيد ادعمنا بلايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ولو انت مشترك في القناة لايك وشير عشان غيرك يستفيد.